افردي شعرك وشعر بنوتك قبل العيد بمكون واحد فقط، مع أقوى بروتين طبيعي لفرد الشعر وعلاج الشعر التالف بدون أي مواد ضارة. نتيجته مضمونة من أول استعمال، فعلا بديل للبروتين. هيفرد الشعر المجعد، هيعالج التقصف والهيشان، هيقوي الجذور، هيرطب الشعر ويديه نعومة وحيوية. ده غير كمان لو استعملتي الوصفة دي بانتظام هيحفز نمو الشعر. هنقدر نقول وداعا للشعر المجعد الجاف. يلا نروح نعمل الوصفة دي مع بعض. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وقبل ما ابدا وصفتنا النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار مع كل وصفه جديده. وزي ما قلت لكم في البداية، وصفتنا النهاردة من مكون واحد بس، هو بذور الكتان. النهاردة هنعرف مع بعض الطريقة الصحيحة لاستخدام بذور الكتان لفرد وتنعيم الشعر وعلاج الشعر التالف. بذور الكتان متوفرة عند أي عطار أو في السوبر ماركت وسعرها رخيص جدا، يعني الوصفة دي مش مكلفة تماما. معروف إن بذور الكتان بيعمل على فرد وتنعيم الشعر، بس إزاي نستخدمه علشان يدينا النتيجة السليمة؟ يعتبر بذور الكتان أهم مكون طبيعي بديل للبروتين، لأنه بيعمل على علاج الشعر التالف وفرد وتنعيم الشعر. ده غير إنه غني بالعديد من العناصر المفيدة للشعر زي فيتامين إي وفيتامين بي وأوميجا 3. أول خطوة في وصفتنا النهاردة، هنجيب إناء فاضي وهنحتاج حوالي 4 معالق من بذور الكتان، وهنضيف عليهم كوب ماء ونقلبهم، ونروح نعمل الخطوة التانية مع بعض. ودي الخطوة التانية في وصفتنا. هنحط بذور الكتان والمية في إناء بيتحمل الحرارة، ونحطه على نار متوسطة حتى الغليان، ونسيبه يغلي حوالي 5 دقايق لحد ما يفور بالشكل ده، وتحصلي على قوام متماسك زي الجل بالظبط. وبعد مرور 5 دقايق هتطفي النار وتسيبيه يبرد تماما، وبعد كده هقولكوا هنعمل ايه. ده قوام الجل بعد ما برد تماما، متماسك بالشكل ده مع البذور. الخطوة الجاية بقى هنفصل الجل عن البذور. هنجيب إناء، ولو عندك قطعة شاش، أي قطعة شاش متوفرة عندك، ممكن تستبدليها بمصفى ضيقة أو شراب فيليه. هتحطي الجل والبذور في قلب قطعة الشاش، وتضغطي عليها بالشكل ده لحد ما تصفي الجل تماما من البذور. كده انتهينا من تصفية الجل تماما من البذور. في خطوة اختياري ممكن تستخدميها وممكن لا. ممكن تضيفي أي نوع زيت طبيعي للشعر متوفر عندك. أنا هضيف مثلا زيت الصبار، مغذي ومفيد جدا للشعر. انتي لو عندك زيت زيتون تضيفيه، زيت جوز هند ممكن تضيفيه، زيت لوز حلو ممكن تضيفيه، زيت جرجير، أي نوع زيت طبيعي للشعر. أنا هضيف معلقتين من زيت الصبار وهقلبه كويس مع الجل. الخطوة دي ممكن تستغني عنها وتستخدمي الجل لوحده، ولو استخدمتي الجل لوحده من غير اي اضافات مش تفرق خالص في النتيجة، هيديكي نتيجة مرضية تماما. ممكن تضاعفي الكمية وتعملي كمية كبيرة من جل بذور الكتان وتحتفظي بيها في برطمان في التلاجة وتستخدميها باستمرار. نيجي لأهم نقطة في وصفتنا النهاردة، هي الطريقة الصحيحة لاستخدام جل بذور الكتان لفرد وتنعيم الشعر. هنستخدمه ازاي؟ أهم حاجة يكون شعرك جاف تماما ونضيف قبل ما تحطي الجل على شعرك. ونبدأ نحط الجل على الشعر من الجذور حتى الأطراف لحد ما تلاحظي ان الجل غطى شعرك تماما. وبعد كده تجيبي مشط وتمشطي شعرك علشان يتغلل الجل جوه الشعر كله، وتلفي شعرك وتغطيه بمونيل للشعر أو كيس نايلون، وتسيبي الجل على شعرك أقل حاجة ساعتين. وبعد كده تغسلي شعرك بالشامبو والبلسم عادي. نيجي بقى لأهم نقطة، لازم أثناء ما شعرك بينشف يكون شعرك في وضعه مفرود تماما. يعني ما تسيبيش شعرك ينشف ويجف وهو مكسر أو مش متمشط أو مش متسلك، كده مش هتلاحظي النتيجة السليمة للوصفة. يعني بعد ما تغسلي شعرك تمشطيه كويس جدا وتسلكيه،
وتلفيه دوامة مثلا أو طاقية لحد ما ينشف. أهم حاجة أثناء ما شعرك بيجف يكون مفرود، وبعد ما شعرك ينشف بجد هتنبهري من النتيجة. هتلاحظي الفرق من أول مرة استعمال. هتلاقي شعرك مفرود طري ناعم مش هايش. ممكن تكرري الوصفة دي مرتين في الشهر أو مرة كل أسبوع. مش مضرة خالص وغير مكلفة تماما، بل بالعكس لو استمرتي في استعمالها بانتظام هيديكي نتيجة أحسن وأحسن، وكمان هتحفز نمو الشعر وهتعالج كل مشاكل الشعر. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو عايزين وصفات طبيعية أكتر متجربة ومضمونة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا إشعار مع كل وصفة جديدة. ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو واعملوا مشاركة لحبايبكم. أشوفكم على خير إن شاء الله مع وصفة جديدة مع ميمة.